إيلان عبد الله الكردي 3 سنوات، لا قال عايز أعيش في سوريا ولا أعيش في غيرها، ولا قال عايز أبقى عربي أصلا. مات وجزمته في وشنا. في الحقيقة أنا قلت أعمل الحلقة دي أتكلم فيها عن إيه، أهاجم الحكام العرب ولا الأمم المتحدة؟ طب ما كل ده بيحصل وعادي. هو إحنا في الحلقة دي هنحاول على قد ما نقدر نقرب للحقيقة. أهلا بكم في سيلفي تيوب. قاعد على الفيس هاجم العرب، اكتب بوست عن وحشية بشار، اعمل هاشتاج وجع، خلاص نسيت؟ شغل أغنية تامر حسني اللي جاي أحسن. نفس اللي حصل مع الدرة، فاكرين؟ لما مات الدرة ده كان سنة 2000، ما كانش فيه فعليا فيسبوك في الوطن العربي، فالناس ما قالتش اللي هي عايزاه. لكن لما جه إيلان الناس صارت وهاجت، وادينا انذار كبير للعالم كله ولأعدائنا اننا أمة إذا غضبت غيرت صورة البروفايل على الفيسبوك. طب ما أنا عندي فكرة، ما تيجي نحط بمكان إيلان سمكة قرش. بس ما تقلقوش، خلاص الحمد لله لقينا حل. سويرس أعلن في بدء الأمر اقتراحه على تويتر وكتب: اليونان أو إيطاليا بيعوا لي جزيرة وسوف أعلن استقلالها وأستقبل اللاجئين. يعني هنجيب جزيرة للاجئين وإحنا مش عارفين نحل المشكلة الأساسية لسوريا نفسها؟ لحكامنا العرب لو مش قادرين تحلوا المشكلة فدي مصيبة. احنا محتاجين نحاسب نفسنا لو عندنا الجرأة، لأن في نفس يوم دفن إيلان كان الجيش البريطاني بيرقي خروف لرتبة رقيب. قام الجيش البريطاني بترقية خروف لتتحول رتبته من عريف إلى رقيب، بالإضافة إلى زيادة في راتبه السنوي. السؤال بقى، هو العيب في الحيوان ولا فينا؟ اللي بنشوفه ده تعامل الحيوانات مع بعض أو تعاملها مع الإنسان. الرحمة اللي موجودة عندهم ما بقتش عندنا. لما تبقى من بني الإنسان اللي ربنا كرمك وتبقى أشد قسوة من الحيوانات، اعذرني في حالتك دي يسرني إني أبقى حيوان في عالم بقى أرخص ما فيه إنسان. أيوة طبعا في حيوانات مفترسة، وده لأن ربنا خلقها كده. أنت بقى كإنسان إيه عذرك؟ وبرضه في ناس كويسين جدا، بس لأن ده الطبيعي برضه. لستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد. لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ مش هنتكلم عن الوحدة، لأن من الآخر كده الوحدة تكافؤ مش تواكل. وطبعا كلنا عدت علينا مواقف تعاطفنا مع إخواتنا المستضعفين في البوسنة والشيشان والصومال وأفغانستان وبورما وفلسطين والأهواز ومسترد. التعاطف بيريح ضميرنا ويخلينا نعبر عنه على ظهر كراسة أو ستيتوس على الفيسبوك، ويفضل تغيير الواقع بإيد أصحابه. ولو مفيش إرادة هنفضل نتعاطف ليوم الدين والقايمة هتكبر. ولو الوحدة بتحل مشاكل كان الاتحاد الأوروبي أنقذ أوكرانيا من إيد روسيا أو اليونان. في الآخر مش لحكامنا العرب بس، لحكام العالم كله شكرا لأنكم شجبتم ونددتم. وللأمم المتحدة انتوا ناس زي الفل، أنا برضو اللي حيوان. والحمد لله بجد إننا ما بقيناش زي سوريا والعراق. احتمال أشوفكم الحلقة الجاية.